لوبيات نسميه الحقير واحد برك ولا كاين واحد برك حقير. ما علينا. المهم هم الجمله ضد كل ما هو جزائري. صدقني حسام الذروه بلغت الذروه في كره القدم. يد الجزائر ممدوده لجميع افريقيا. الحقير قال حسين كيفاش يوقفوا وما راهم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني الكرام، بلا ما نطول عليكم في هذا الفيديو مباشرة غندخلوا في العامر إن شاء الله، وغادي نشوفوا المحللين الجزائريين غينفجروا في البلاطو بسبب عادل عمروش، العقوبة اللي عطاتها الكاف. فرجة ممتعة. أيضا محور آخر يتعلق بالعقوبة التي تعرض لها المدرب الجزائري عادل عمروش مدرب منتخب تنزانيا بعد تصريحاته الإعلامية والتي فضح فيها رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم فوزي لقجع وما يحاك طبعا في إفريقيا من تصرفات وكولسة داخل أروقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. وبالتالي عوقب إذن عادل عمروش ب8 مباريات، واعتقد مسيرته وغرامه ماليه كبيره. اعتقد ان مسيرته ايضا 10,000 دولار، ومسيرته ايضا انتهت ربما مع منتخب تنزانيا مباشره بعد هذا القرار. كيف يمكن ابقى معك عموما كيف يمكن نقرا هذه العقوبه طبعا بعد تصريحاته الاعلاميه والتي لم تكن رسميه؟ خلينا نكون صراحه. تصريح الناخب الجزائري الأصل عادل عمروش ابن الجزائر البار الذي يريد دائما أن يرفع علم الجزائر عاليا، لم يكن إلا حقيقة. إلا ديفونسي إن بورت اوفرت، ضرب باب كانت محلولة. الكل يعلم ما يحاك في الكاف، الكل يعلم الأطراف التي تسيطر بلوبيتها الدنيئة عن الكاف، شئنا أم أبينا في تعيين أوقات. هو قال يستغلون القوة التي لديهم الآن لاختيار مواقيت اللعب والتحكيم أيضا، الحكم. هل يعقل المدرب يسأله صحفي يقول له يا عمروش هل أنت من أراد أن يلعب على الساعة 8 أن يقول له نعم أنا؟ لا يكذب عادل، قال حقيقة. الى ديفونسي بورت اوفرت، يعني دفع باب كانت محلوله، الناس كاع يعرفوا واش كاين مور هذيك الباب. اليوم هنا تفيق حاجه، هنا اون مونك دو سوليداريتي، ولا الجزائري يتنحقر نورمال. علاه؟ باسكو الجبهه الداخليه ضعيفه. دائما اؤكد الجبهه الداخليه ضعيفه. حذاري والله. قالوا يا بابا ضربونا، قالوا يا بابا حقرونا، قالوا حتى عقلونا يا وليدي باش حقرونا. يا اخي هذا مثل شعبي قديم. لو كان ما نديروش اليد في اليد وما نكونوش موحدين وما نمدوش الصوره هذيك في البرا تاع حنا بالماضي يتحجج بالحكام ولاو يكرهونا الحكام. اقسم بالله غير قالوها حسام. قال لك على جال بالماضي ولاو يحقروا الحكام باسكو يهضر بزاف مع لي زاربيت وما يهضرش مع لي زاربيت. طبعا بعد تصريحاته الإعلامية التي فضحت الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وعلى رأسه إذا المغربي فوزي لقجع واللوبيا الموجود داخل أروقة الكاف، حسين، هل هذا يدخل ضمن الحملة القوية ضد الجزائر من طرف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اللوبيا الموجود داخل أروقة الكاف الذي يقوده فوزي لقجع؟ ما رأيك؟ والله احنا أولا متضامنين مع الأخ صديق عادل عمروش على هذا. نظل عقوبة قاسية جدا، خاصة في وسط كأس إفريقيا للأمم. يعني نظن ولو التصريح تاعو صرح، ولكن ليس في قناة رسمية، ليس في منبر رسمي، ليس في ندوة صحفية، ليس في ندوة صحفية. هذا على هامش مع الصحافة الجزائرية. أنا نظن كانوا قادرين يخليوا هذا كأس إفريقيا يعني تامر ويعني يسمعوا كلامه. لما لا يفتحوا تحقيق باش يشوفوا هذه الأمور هذه؟ ولكن ما نتفاجئوش حنا، يعني دائما الأمور عشان انا شفنا الفرق الجزائرية والجزائر كل شيء
ماذا نالت؟ لم تنال اي حظ يعني من الكاف. كل شيء في كأس افريقيا ما اديناش وما عطاوناش، رغم عندنا كل ملاعب، عندنا كل امكانيات. شفنا اتحاد العاصمه، شفنا رياض محرز. انا والله لا تفاجئوني هذه القرارات، انا خايف دوك ملي بلاطو يوليو يعاقبوا ثاني. والله لا شيء مضحك يعني والله. ولكن انا جد شوف حسام، جد متاسف. انا كنت حايب يعني الزميل عادل يكمل هذا الكأس اللي بداها وأهل فريقه لأول مرة بجدارة نهائيات كأس إفريقيا. كنا حابين نشوفوه يكمل هذا الكأس هذه وهذه النهائيات، ولكن صدمة. تعتقد أن جنسية المدرب لعبت دور في هذه العقوبة؟ أكيد أكيد أكيد. يعني بصفته الجزائري دائما يتكلم، ما يخليش يعني الأمور. وهذا أنا نقول يعني هذا مكسب، يعني أنك تكون عندك الجرأة وتكون عندك شجاعة باش تقول أمور. ولكن أنا نظن كانوا قادرين يسمعوا ولا يحققوا في هذا الشيء ويسمعوه مرة أخرى، ولكن بعد نهاية نهائيات. متأسفين، ونقولوا له الأخ عادل إن شاء الله كما يقول لك صبرا جميلا. وهو كذلك. فاروق، ما رأيك في هذه النقطة؟ دائما في كل مرة نريد يعني خطوات عملية. زين عامر المرة الفارطة قال يجب أن نحتج ونندد وكذا وكذا، ولكن في كل مرة هناك أشياء تحدث لكل ما هو جزائري من طرف الاتحاد الافريقي لكرة القدم. كيف يمكن أن نفسر هذا؟ اليوم هذه التصرفات طالت مدرب جزائري اسمه عادل عمروش، ندد فقط وتحدث عن بعض التصرفات من منبر غير رسمي كما قال حسين الشروق. والله غير احنا نتكلم، احنا الجزائريين عندنا هذيك والله كروندور. احنا حاجه تكلمنا مدينا مثال على ابو تريكه اللي لا كريتيكي محرز مي با محمد صالح. هذه نقطه. انا زدنا شفنا اليوم واحد موقف مع او هذا هو قال جمال الناس الاطاك توجور ليكيب ناسيونال لي جوار. واليوم شفنا مدرب جزائري قال لك هضرنا كلمه عشينا في ظليمه. هضر من حقه كمدرب يهضر، يدافع على ما دافعش على الجزائر، دافع على الفريق ديالو لا طنزاني. نورمال عادي. شفنا خداو تم القرار تاع لا سيسبونسيون باسكو سيتي ان الجيريان، ما نهربوش وكأنه الحكم جاهز، بيش ينتظرون الخطأ فقط. بارك الله فيك. سي بور سا دوكا احنا لازم ولا ماشي في الاوقات هذه نتحدوا اليد في اليد كيلكو سوا في الشاك. ماشي احنا جزائريين ماشي غير بالهضره، احنا جزائريين خلاونا جدودنا اللي ضحاو على البلاد هذه، خلاونا هذيك كما يقول لك العزيمه هذيك هنا. وعادل عمروش من هادو الناس، عادل عمروش اللي هو يحب الجزائر، هو على باله علاش لحق الميساج انديريكتومون. هو الكلاب ديالو الناس هذوك على بالهم اللي شكون هذا الانسان وشكونه كيف راحوا ضغطوا على الكاف، والنتيجه خداوها في 48 اور، خداوها في 48. عقوبه كبيره جدا. 8 مباريات خداوها في 48. 8 مباريات يعني. وحنا نعاودوا نوليو الجامع بالماضي كي يتكلم على الحكام في افريقيا والحقره وكذا، يقول لك انت تتخبى من لي زاربيت وكذا. نو احنا مظلومين سواء كي كنا في لي كلوب ديالنا نتحقروا، ليكيب ناسيونال تحقر، ولحقنا دوكا مدرب جزائري اللي راهو يدرب فريق تنزانيا ولحقوا له. سي تو تافيك شغل ما لازم كما نوقفوش، وما الدوله تاعنا لازم تكون تضرب بيد من حديد. لازم الناس كل واحد في بلاصتو اللي يقدر يجيب حق. كيف يعني فاروق؟ دائما نتساءل ونطرح الأسئلة، كيف الآن يجب أن نعيد الاعتبار لأنفسنا للمنتخب للكرة الجزائرية لكل ما هو جزائري؟ لازم الناس كل واحد في بلاصتو، كل واحد لازم يكون على قيمة المهمة ديالو، المنصب ديالو. لازم كان نشوفوا جمال بالماضي يتضارب اكزومبل، راه هو مناخب راه يتضارب على الفريق منا على كدا لي زاربيت يخبي يسي كيفاش ما يخليش الفريق يتقاس كالكو سوا دي فوا مع لي جورناليست. ان اوتر بالك اللي نورمال يضحك يقول لك لي جورناليست وما يرفدوني صح، غادي نعرفوها. اللي يقول لك لي جو علاش انا هو بالك ما هذيك زياده ما نقولوش حق
مي هو ما يخممش هذاك لو مومون، يخمم غير على الفريق ديالو. كيما اليوم انا شفنا لي ديكلاراسيون ديالو، قال لك جام على رياض، دقيقه على رياض اشاك فوا قال لك لي مام تما هذا الفريق تما من 2019 لدوكا تما من نفوسنا هذو الناس اللي راهي تضغط باسكو سي بور نقولوا 2022 اليميني 2000 لي زيميناتور كوب دي موند، بالك الضغط هذا والناس اللي ما كانتش واقفه مع الفريق راح تقيس الفريق. وانا شفنا لي ريزولتا. نعطيك معلومه، هذا وين كنت نتاكد يعني على المعلومه باسكو لحقتني معلومه وما كنتش متاكد، دوك راني متاكد 100% نقدر نتكلم 100% خلاص 1000%. هيا راه نعطيك معلومه، انا دوكا راني يعني لا شوكي، الله راني مشوكي مصدوم. نعطيك معلومه اللي نتمنى الفيدراليه تيقظت لي شيء، ان حكم الفار هو نفسه حكم الفار اللي كان في الجزائر انغولا اللي هو لا الكابوني بيير جيسلان اتشو كارثه. هل هذا الشيء اليوم يعني لما تشوف واش حدث في مباراه الجزائر انغولا وين الحالات التحكيميه تاع لافار، ياك قلنا بلي خبراء تحكيم مصريين وليس جزائريين هما من تكلموا ويزوروا في كل الاخطاء. كيفاه اليوم انا نتمنى الفيدراليه دارت احتجاج، لان اليوم كيفاه تخلي لي نفس حكم الفار هو هنا دوكا خاصة تقوليش بلي حنا اللي رانا، خاصة وأنه إدارة اللقاء في المباراة هنا الأولى تسمى تحس باللي صح كاين مؤامرة. غدوة إذا كاين حالات تحكيمية وين يعني ما ولاوش الى الفار ولا وين يعني ما الفار تكون ضدنا، هنا السؤال مطروح. المؤامرة يعني هنا السؤال مطروح زين، أين دور الفيدرالية؟ أنا اليوم أين دور رئيس الاتحاد؟ أنا اليوم لما شفت هذه يعني الموجودين هناك، لا على بها راني نقول لك راني مصدوم، لأن خاصة أن الفار هي من حرمتنا من يعني هذوك اللقطات، لأن لما الفار يتأكد أن هناك ضربة جزاء أو تشيك يعني كارطون روج لازم يولي هو اللي يزيد يعني يقول الحكم الرئيسي عباك الفار وشنو هو الدور تاعها، أن حكم الفار ينبه الحكم الرئيسي باش يمشي إلى يعني يروح ليكرون، ولكن الحكم الرئيسي هو من يقرر. لا هو من يقرر، حتى نقولها لك نحيت هذه من فمي. الحكم الرئيسي القرار الأخير يعود إليه يعني، ولكن تاع الفار عنده دور لان عنده مانيير كيفاه ينبهوا. ولكن اليوم لما تشوف ان احنا في المباراه السابقه الفار ما دارش دور، واحد يتكلم بكل موضوعيه وبكل ذاتيه. اليوم لما نعاود نلقى هذا الكابوني نتمنى غدوه ما تصراش يعني كارثه. هذا واش حبيت. لكن شوف ما يعاب على الفار انه الحاكم كي يروح يتاكد يقدر ما يعطيلوش زوايا. شوف البارح شفناها واش تكلمنا في مباراة غينيا بيساو وغينيا الاستوائية، عاود ولا ليه الحالة كانت واضحة، الحاكم صفر ضربة جزاء لأن شاف رجل المدافع قاست رجل المهاجم، ولكن الفار عاود بعث له راح ينفذ، قال له شوف إذا قاس الكرة وضرب له رجله ما فيش ضربة جزاء، كي وراله ما قاش المدافع الكرة ولكن ما خلاش ضربة جزاء نزحها. كاين حاجة ثانية نولي لك على عادل، نولي لك برك حاجة سامح لي صغيرة زين قبل ما تروح لي. أنا شوف كما سال نقطة، أنا نظن من فضح يعني باش خرج هذا الحكم هي فيدرالية التنزانية، لم تقف بتاتا مع مدربها، لان لو كان الفيدراليه ما دارت حتى تعليق، الحاقر تعلق جا قال له نعطيك اموال المخدرات، لو كان ما دارت حتى تعليق سكتت خلات، لان الفيدراليه كي تقول هذا غير صحيح اقالوا المدرب وعينوا مدرب مؤقت. لا قبل ما تصدر الحكم، قبل ما يصدر هذا القرار، لو كان ما داروا حتى تعليق ينتظروا الفيدرالية التنزانية إذا قالت باللي صح هذا الكلام ما حيصرى أي شيء، ولكن هي كذابت هذا الكلام باش خرجت هذه العقوبة، كذابت هذا الكلام. هذا مشكل. شوف نشوفوا هذه الفيدرالية التنزانية أول مرة ما تأهلوا ولا مرة تأهلهم يعني بعد ما على باليش شحال من سنة. ودي لابونزاني كون ما عندهمش ضغوطات، حسين موقفوا مع المدرب ديالو يا حسين. هذا كتبنا عليه في جريدة اللي نخدم فيها ليكسبريسيون قبل ما يخرج الحكم، كتبنا سي اون ديسيزيون بوندو PONDUE، حب يقول ديريجي من عند اللي راهم كما يسميهم زين، اللي راهم اللوبي
لوبيات نسميه الحقير واحد برك ولا المهم. لوبي، كاين واحد برك حقير. ما عليناش. المهم هم يا حسام باش تفهمها مليح، هاد الناس هادو مانيش نهضر على الشعب وعلى الاخوه التي تربطنا علاقه الدين والتاريخ معهم، فهمت؟ نهضر على هاد الناس هادو الرداء المخزن، هما اللي يفرحوا باخفاقات الجزائر اكثر من انجازاتهم. صدقوني يا خوتي، غير هذه هي الحقيقه. يعني حملة بالجملة ضد كل ما هو في كل جزائري. المجالات. صدقني حسام الذروة بلغت الذروة في كرة القدم. يد الجزائر ممدودة لجميع هو افريقيا. الحقير قال حسين كيفاش يوقفوا وما راهم باعاز. قالوا مباشرة يعني قالوا أقله أنا من أدفع. قالوا يعني قالها له مباشرة، يعني الرئيس مازال ما تفضل لهذا الشيء. الفيدرالية التنزانية يعني أنا تلقى الضوء الأخضر. لا ماشي تلقى، قال له الحقير يعني أقيل عادل عمروش وانا من ادفع. شوف لما تشوف انت يعني لحقوا هاد الناس وين في ثواني زين، يعني يحبوا حتى فيدراليات اخرى يتدخلوا ويخلصوا. يعني هاد الاموال لولا اموال وعائدات المخدرات ما تقدرش انت باموال دوله اللي يجوك في الحلال تخلص كاع هاد الشيء. هما عندهم دي كاس نوار يجوهم من المخدرات، واليوم كاين الحمد لله كاين يعني دي زونكيت تحلوا، وهاد الناس رايحين يتحاسبوا عن قريب ويتفضحوا يعني بشكل يعني رهيب وعلى المباشر. وانا نتمنى ان حتى الكاف يتنحاو هاد الناس، لان هادو تاع الكاف ايضا يعني سي با دي سان، سي با دي جون اللي انا نقول لك تكلمنا على حياته وتكلمنا على احمد، ولكن هذا الرئيس موتسيبي نفسي. انا حبيت نولي على نقطه، انا خليني عادل عمروش حتى يعني نختم مزيان. عادل عمروش يعني نحييه ونتمنى له النجاح في يعني وهو ان شاء الله. سامح لي كان شجاع. انا نتكلم إلى على شيء، انا تكلمت خلينا دوكا نولوا على الجزائر. هو الصح المنتخب الجزائري اللي يلعب غدوه انا واش خفت ان كاين تحكيم، واش قلت لك هذيك الخطره ان الكاف هذه الخطره شببت يعني الحكام ولاو شباب. هاد الشباب من قوسين يعني ناقصين خبره، ولما تحط معاهم دي جون فيسيو في لافار نتمنى برك هاد يعني الجنوب افريقي ما يكونش يعني داخل في كاش مؤامره في هذه المؤامره. لان ونتمنى ان المنتخب الوطني يفعل كل شيء باش ما يعطيش الفرصه لهاد الناس، ما تخليناش نفوزوا. وهو كذلك. إلى اللقاء.